السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي واخواتي اللي بحبهم وغاليين على قلبي، يوم جديد وحلقة جديدة من قناتنا الجديدة. قناتنا القديمة رجالة الكبيرة فيها مشكلة محظورة من اليوتيوب، بنتواصل معاهم وان شاء الله نحل المشكلة في اقرب وقت. بحب دايما انوه عن الموضوع ده في بداية كل حلقه. دي قناتنا تعتبر الاساسيه دلوقتي حاليا، اللي هنرفع عليها فيديو يوميا. القناه لسه ما فقتش، القناه لسه في البدايه. حبايبي واصحاب الرجاله، اللي كانت قناه من زمان مركونه عليها عدد مشتركين كويس، بس ما كناش بنرفع عليها. الحمد لله القناه يوم ورا يوم بتتحسن. محتاجين دعمكم، محتاجين اللايك، محتاجين الشير، محتاجين المتابعه. لو لسه بتشوفني لاول مره ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. ولكن انت بتسيب الباب مفتوح ليه؟ ده البحر يا رجاله بتاعنا بيدخل لنا هوا من هنا، يعني هوا من الناحيه دي. فانا يعني احب كده ايه، بطلع اكل الحمام واقوم جاي قاعد على كرسي العرش اللي هنا ده بتاعنا، تمام، واسيب الباب مفتوح يدخل نسمه هوا وطراوه للحمام. طيب شوفوا يا شباب، اليومين دول احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بكلمك واحنا قربنا من الربع الاخراني من شهر 7. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا موسم قلش. بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ بدأنا موسم قلش. طيب هو الحمام يا وليد محتاج مني حاجات في القلش، ولا يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمام يقلش وخلاص؟ وبعدين كنت سمعت واحد قال إيه اهم حاجه بس تخشن له الكلفه وعلى كده؟ لا يا جماعه، الحمام بيحتاج مني كورس كامل كده، وان شاء الله هتابعكم مره بمره. وهقول لك دلوقتي المفاجاه اللي انا هوريها لك النهارده، احنا اشترينا ايه للحمام وعملنا ايه للحمام، حاجه تسعدني وتسعد كمان الحمام. وان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه اوريكم عش ولا عشين زغاليل من اللي طالعين ان شاء الله جداد بدون جدري. والفضل بعد ربنا لاحمد اخويا وللجاز. الحلقه اللي كنت عملتها اول امبارح هسيب لك اللينك في صندوق الوصف، خش اتفرج عليها لسه ما اتفرجتش عليها، ان شاء الله هتستفيد منها كويس جدا بحاجه بسيطه قوي، وفي نفس الوقت هتنفعك وهتنسيك حاجه اسمها جدري في اليومين الصعبين اللي احنا شايفينهم دول. تعالوا كده نبص الاول كده على بدري وبدريه. بص يا شباب ما شاء الله، يعني دول جوز نتاكن جايه كده، والله جايه لي هديه من عند حد جاري حبيبي قدامي كده جاري، وده ذكر عندي حمري كده زاجل. الاثنين خدوا بعض وانا قاصصهم بيطلعوا كده يسرحوا في السطح كده يلموا الاكل كله، وبعد كده هم دلوقتي جايين مستنيني لان انا قفلت الباب. ان شاء الله برضه نبقى نعمل لكم حلقه عليهم باذن الله لما ربنا يكرمهم ويبيضهم، ونوريكم حلاوه وجمال الحمام يبقى سيد ده اللي بيتعامل بطبيعته في قلب المكان. دول هفتح الباب دلوقتي بيقوموا جايين داخلين. هو طبعا انا خارط الذكر بتاعي عشان ما يطروش، يعني يطلعوا كده يتمشوا كده يتجولوا في قلب المكان ويقوموا داخلين تاني في قلب السلكه. دايما بحب في كل سلكه عندي سواء اللي تحت او اللي فوق او كان حتى الدور التحتاني ان انا بسيب قص ولا قصين يلموا لي بواقي الاكل. زي ما انتم عارفين ان الاكل بقى غالي دلوقتي، علشان نعمل مثلا كيلو كلفه مظبوط ما يقلش عن 25 27 جنيه الكيلو. فكل حبايه غله او كل حبايه فول او كل حبايه قرطم او كل حبايه ذره صفراء ببقى محتاج ليه. دول يا باشا بقى دول دورهم. يعني شوف انا بكلمك والدكر عمال يعمل ايه. بص الدكر اهو عمال يلم اللي متبقي. نقر يا باشا بقى تحت القصوص، تحت الحمام اللي بيقع اهو، اي حبايه بتقع هو بيلمها. ده دور، وما شاء الله بقى صحتهم كويسه. كل اللي انا بعمله مسقه كده ولا حاجه جنب الحيطه، يلا باشا اشربوا. ولو ان هم برضه ما بيغلبوش، هم بيلفوا على المسائي يروقوا نفسهم برضه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليا كورس كده رجاله بديه للحمام في موسم القلش، وعندي بدايه موسم القلش هو السيرامونيلا او القضاء على السيرامونيلا. وليد طب انت عندك سيرامونيلا؟ لا اللهم لك الحمد ما عنديش سيرامونيلا. امال بتعمل ايه؟ بقضي على السيرامونيلا علشان موسم، ركز بقى معايا، موسم الفرخ اللي جاي او هيبدا كمان شهرين او شهرين ونص. طيب بنقضي على السيرامونيلا بايه؟ ناس كتير قوي بتجتهد في موضوع السيرامونيلا ديت يا رجاله، ويعني مشكوره اللي يقول لك بندي مش عارف امتينال، ده احنا بندي فلاجيل، ده انا مش عارف بدي فورموكس، ده انا بدي انروفلوكساسين. بس انا ده مش مكاني اليومين دول. انا عايز ادي جرعه كامله للحمام بالكامل سواء زغاليل او كبير، علشان اخش موسم فرخ والحمام ابقى متاكد ان مفيش في جسمه سيرامونيلا، زيرو سيرامونيلا. طيب بتعمل ايه؟ مفيش قدامي غير الدكتور محمد عصام. هسيب لك رقم الراجل المحترم الامين في صندوق الوصف. الميزه بتاعت الراجل ده، وعلشان كده انا دايما برشحه لاي حد، ان هو
بيقطع من العبوات المستورده. انا راجل ظروفي على قدي، وانا زيكم بالظبط يا رجاله اهو. انا راجل ظروفي على قدي ومعيش اجيب لتر لا انروفلوكساسين ولا معايا اجيب لتر كولوستين. فبكلمه يا حاج محمد وليد، عادي جدا زي زبون عادي، عايز مثلا ب 100 جنيه ب 150 ب 200 جنيه انروفلوكساسين وب 200 جنيه كولوستين، عايز ب 50 و50، عايز ب 100 و100، عايز 100 سم و100 سم. الراجل مشكورا يا بيبعت لك الحاجه في الدليفري يا اما بتروح انت تستلمها منه. بص كده يا رجاله اهو. وميزه الراجل المحترم ده بيكتب لك عليها تاريخ الصلاحيه، يعني ده الانروفلوكساسين اهوت 9/26 صلاحيته او انتهائه 9/26 ماشي، سنتي على لتر الميه لمده 5 ايام. سيبك من 5 ايام ده اللي لنا فيها كلمتين. كوليستين 12/25 تمام، لسه شهر 12 نص سنتي على لتر على ايه، على لتر ميه لمده 5 ايام. تمام يا شباب. انا معيش فلوس وظروفي على قد وعايز ادي الحمام جرعه سيرامونيلا. طبعا ده جرعته يا رجاله 5 و5. انا مختلف هنا شويه، انا بدي 7 وارجع اوقف 5 وارجع ادي 5 تانيين بحيث ان انا اقضي على السيرامونيلا نهائي من معده فرد الحمام. بنشوفها في طيران العين، بنشوفها اكتر في الزغاليل. اللهم لك الحمد بندي جرعه مظبوطه في موسم القلش ما بنشوفش سيرامونيلا تاني. وبعمل حاجه ثالثه كمان على فكره يا رجاله بالمناسبه، الاثنين دول في سقوه واحده. انا بقول لك كلام من بعد الاخر مش كلام اجتهادات، كلام ما تشوفش سيرامونيلا تاني عندك اللي قرفاك ونظياك. الاثنين دول يا رجاله بحط عليهم منتج ثالث اللي هو ده. بصوا يا شباب، يعني انا حتى عندي العبوه دي ما بتخلصش من عندي، ده خلصت القديمه هي مضاد للسموم. على طول احمد مباشره راح جاب واحده غير سنتي على لتر الميه. مضاد للسموم ده يا رجاله بستخدمه، يبقى انا عندي سنتي انروفلوكساسين سقوه واحده على نص سنتي كولوستين على سنتي انروفلوكساسين. وليد طب والله الدواء غالي وانا مش عارف اعمل حاجه وبتاع، علشان كده انا طالع النهارده بقول لك العبوات دهيت يعني على سبيل المثال دي عبوه ب 100 ودي عبوه ب 100. هات يا باشا على قد بمسق المسقه كامله، امسق نص مسقه على قد الحمام على قد ما بيشرب. انا بعمل كده عندي. اهم حاجه ان الحمام صحته تبقى كويسه، اهم حاجه ان انا لما اخش موسم فرخ اخشه تمام وزي الفل. ادي جزئيه. بخلص الاندرو والكوليستين ومضاد للسموم ببدا بخلي الحمام يقلش وانا بايدي، لان كنت اتسالت السؤال ده كام مره، هو انا ممكن اخلي الحمام كله يقلش مره واحده؟ ممكن اخلي الحمام يقلش كله مره واحده. بصوا يا شباب، عندي 3 منتجات مهمين جدا، وبرضه للامانه انا مش عايزك تشتري المنتجات ديت كلها كامله. ممكن مثلا وليد او احمد ظروفه سامحه ان هو يشتري. لا بصوا يا شباب، ده املاح، ده غسول كلوي، ماشي اهو، ده فيتامين. ال3 رجاله اهو. انا طبعا يعني انا ممكن شاري مثلا ابواب كبيره ظروفه سامحه، عشان كده بقول لك رقم الدكتور محمد عصام. يا دكتور عايز 50 سم مثلا املاح، عايز 50 سم احماض، عايز 50 سم فيتامينات، عايز 50 سم غسول كلوي، عايز 100 سم. المهم الحاجات اللي انا وريتها لك قدامك دي دلوقتي دي اللي انا بستخدمها معايا طول موسم القلش. بمجرد ركز بقى معايا في الكلمتين الجايين دول عشان نخلص جزء الادويه ونخش بقى نعمل لكم فرجه كده كام زغلول كده يبسطوكم ان شاء الله. بمجرد ما اديت للحمام جرعه مكثفه املاح واحماض مع بعض، ثالث يوم رابع يوم بالكتير تلاقي الحمام ده قلع الريش اللي عليه كله بالكامل. بس في نقطه مهمه عايز اقول لك عليها واوضحها هنا، الحمام كله ما بيخلصش قلش مع بعضه. يعني في حمام تلاقي مثلا فك 6 فك 5 اللي باقي له 2 اللي باقي له 1 اللي خلص خلاص. فدي فروقات فرديه بين فرد وفرد. اما اني الاملاح والاحماض هتعجل لي وهتسرع في قلش الحمام بشكل مظبوط. زائد بقى كمان انها تفتح شهيه الحمام، هتخليه ياكل اكتر واكتر واكتر. علشان كده بقول لك بقى ركز بقى اليومين دول الناس بتتكلم في حته الكلف بقى الخشنه. يا باشا خشن بقى زي ما انت عايز. شوف يا جماعه انا جاي الفول عامل ازاي. انا جايب حبايه فول محترمه. بص فول والله يعني فول بني ادمين بس هو صغير شويه. فول والله احنا ممكن ناكل منه. بص نضفت الفول انا يعني مش متذكر والله، الفول ده جمله تقريبا ب 25 جنيه الكيلو اهو. الماظ والله ما شاء الله ربنا يبارك. ماشي نغيب كده ونجيب شكاره، نجيب ونجيب شكاره صفرا، بسله. هات يا عم بسله صفرا بلاش الخضراء عشان السيرامونيلا، عشان الخضراء غاليه قوي الكيلو تقريبا ب 50 او حاجه و50. الصفرا تقريبا نفس سعر الفول. تمام يا شباب. هوب الحمام كله قلش
تمام، تلاقي الحمام كله قلع الريش اللي عليه. بتبقى محتاج انت بالفتره ديت، ودي ان شاء الله يبقى ليها حلقه ثانيه، ان انا اكنس المكان كل يوم ويوم، لان المكان ده بيبقى مبدور ريش ناعم. الريش الناعم ده بيأذيلي عين فرد الحمام. علشان تعدي موسم القلش بسلام وما يحصلكش تنفسي، محتاج ان انت تكنس يوم ويوم. عرفتوا يا رجاله الادويه اللي جبناها؟ عرفت بجيب منين؟ وليد امكانياتي مش سامحه، مالكش عذر يا بيه. انا بقول لك هو رقم الدكتور محمد عصام، سيبه لك في صندوق الوصف، هستأذنك تتواصل معاه وتكلمه. تمام؟ إيه والله عايز 50 و50، عايز منتجات القلش كلها مره واحده. طب ابدا بايه؟ انا قلت لك خلاص يا عم تبدا بايه؟ امشي معايا زي ما انا ماشي. انا النهارده تعالوا علشان حتى نتاكد من الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده بادئ اول يوم في جرعه السالمونيلا يا شباب. بصوا لو جينا نبص، انرو على كلوستين على مضاد للسموم، الثلاثه مع بعض اهو. الميه اهي يا شباب، الميه في الخزانه اهي، مدي عصافير وحمام وكل الطيور اللي عندي اللي موجوده في البيت. طيب وليد، هو اخبار الانرو والكوليستين معاك ايه؟ ما انا قلت لك انا عمري في حياتي ما هطلع اقول لك صنف دواء الا لما يكون من بعد الاخر. ماشي؟ طب انا مش عايز اشتغل بانرو وكلوستين الاثنين مع بعض، اشتغل ببان فلور. اشتغل ببان فلور لوحده، هات بان فلور عند برضه الدكتور محمد عصام واشتغل بيه، واشتغل بعد كده مضاد للسموم لوحده. انا بشتغل الثلاثه دول في ساقه واحده ما شاء الله ممتازين. اخلص وبعد كده على طول هنخش احماض واملاح للحمام. هوريك شكل الحمام هيبقى شكله عجيب، بيقلش بقى قلشه محترمه يعني. يلا بينا كده بقى نسمي الله. خلصنا من الادويه وخلصنا كل ما يخص الادويه، وخلصنا من الحاجه اللي احنا جبناها النهارده للحمام اللي هنشرحه ان شاء الله. تعالوا بقى بينا جري كده نسمي الله ونفتح نفسكم، مع اننا في نص سبعه ولا في اواخر سبعه، بس تعالوا نسمي الله كده ونفتح نفسكم برده ونوريكم زغلولين كويسين. بصوا يا رجاله الجدري ابن اللذينه، بصوا الجدري اقسم بالله العظيم ممكن يقضي لك على اي فرد حمام. بص عينه، بص عينه عامله ازاي من الجدريات، طلعانه في عينه، صفيت له عينه والله. زغلول سكروطه يعني محترم. ماشي؟ بنقول الحمد لله يعني غصب عني. ماشي؟ اللي طالع باذن الله جديد ده برده كان اللي طالع القديم. بص 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 والله زغلول متبهدل اخر بهدله، هيموت يعني. انا من وجهه نظري عينه لو طارت هتموت. اللي جوه ده احتمال بسيط انه يعدي، وبنقول الحمد لله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا يا رجاله زغلولنا هم بدون جدري. وليد احنا في نص سبعه بدون جدري. لو عملت اللي انا قلت لك عليه هسيب لك لينك الحلقه دي في صندوق الوصف، وان شاء الله ربنا هيكرمك ويرضيك باذن الله. زغلولين بدون جدري، زغلول عنبراني بدون جدري يا رجاله نفس الكلام. ماشي؟ تعالوا نسمي الله كده ونشوف برضو زغلول تاني هنا ايه. بسم الله. طبعا انا النهارده احمد بيجيب لتر جاز بلتر جاز، اللتر خلص ما شاء الله ربنا يبارك. دول زغلولين هم يا شباب بدون جدري. ما هو الغاوي رجاله اللي بيحب الحمام لازم يشغل دماغه مع الحمام. الغاوي اللي بيحب الحمام ايه؟ لازم يشغل دماغه مع الحمام. طبعا عندي هنا كام قص تانيين كلهم ما شاء الله بيضين. عندي القص التانيين هنا برضو البنفسجيات، والله يا شباب بنفرخهم كتير ما شاء الله ربنا يبارك، بس بختنا وحش فيهم. دول برضو قص غيرهم همت ومطلعين برضو زغلوليون بنفسجيات بدون جدر يا شباب. ماشي؟ عشان بس الناس اللي هتشكك، دول قص همت ودول قص تانيين، عشان هيقول لك انت جايب نفس القص. ما شاء الله ربنا يبارك. تعال نسمي الله كده ونوريكم كمان. ماشي؟ خش يا عم اهو اللي انا بقول لكم عليه اهو. اخر قص كده اوريهم لكم برضو، تحتهم عش زغاليل اهمت، عاملين مشي كده كويسين، وتحتهم زغاليل بدون جدري. قضيت على الدبايه وقضيت على الناموس هتتكيف هتتبسط. زغلول صافي ده بقى اخر حاجه ان شاء الله النهارده هنشوفها، عشان طولت عليكم ودخلنا في ال 13 دقيقه. زغلول صافي هيطلع ازازي. بص حتى يعني هو بدون جدري وطالع له لسه جدريه صغيره هنا، بس دي سهله ممكن نقضي عليها بالمسه الزرقاء ان شاء الله. بقول لك بنتعكز لحد ما ربنا يكرمنا ونقضي على الجدري لحد ما نوقف باذن الله. ده زغلول الاخير اهوت هوريهولك، زغلول سكروطه، وان شاء الله اللي جاي احسن يا شباب باذن الله. يبقى موسم قلش كده خير، ونتعامل مع الحمام بشكل مظبوط، ونخش بعد كده موسم الفرخ وربنا يكرم الجميع باذن الله. حبايبي رجاله صباح الفل. دي كانت حلقه النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم الشباب وليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.